My fellow Americans, today I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles. The leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias الوكالة والميليشيات مثل حزب الله وحماس وطالبان والقاعدة. عبر السنوات عبر السفارات الأمريكية قتلوا المئات من الأمريكيين واختطفوا وسجنوا وعذبوا مواطنين أمريكيين. النظام الإيراني مول الفوضى والإرهاب ونهب ثروة شعبه. لم يكن تصرفات النظام الإيراني إلا خطيرة كأكثر خطرا إنشاء السلاح النووي. في عام 2015 الإدارة الأمريكية الماضية انضمت مع الأمم الأخرى في اتفاقية بشأن النووي إيران وعرفت بخطة العمل الشاملة المشتركة. نظريا ما يسمى بالاتفاق الإيراني كان عليه أن يحمي الولايات المتحدة وحلفائها من جنون القنبلة النووية الإيرانية، السلاح الذي فقط يعرض خطر نجاة النظام الإيراني. وفي الحقيقة أن الاتفاق سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وتحقيق خرق في البرنامج النووي. وأبقيت العقوبات ورفعت بعض العقوبات مقابل خفض القليل من النشاطات النووية النظام الإيراني، ولكن لم تخفف من تصرفات إيران كما تفعل في سوريا واليمن وأماكن أخرى حول العالم. بكلمات أخرى، حين الولايات المتحدة كان لديها عملت كل بكل قواها، فإن الكارثية هذا النظام الإيراني بقيت، وهو يشكل إرهابا كبيرا ويصرف ملاييرات من الدولارات وتلقى الكثير من مليارات الدولارات نقدا، ويشكل تهديدا على الولايات المتحدة وشعبها. هذا الاتفاق الهدام كان يمكن وقفه، ولكن ذلك لم يحصل. في قلب أن الاتفاق كان هناك أمور سيئة. كان يسمح الاتفاق أو مشان الاتفاق أن يسمح لإيران ببرنامج سلمي، ولكننا لدينا اليوم دليل على أن الوعد الإيراني كان كاذبا. وجرى الأسبوع الماضي نشر معلومات استخباراتية تظهر أن النظام الإيراني وتاريخه وفي سعيه لحيازة الأسلحة النووية، وهذا الجزء من الاتفاق النووي كان لم يكن يجب أن يبقى من دون نظرة ثاقبة. في السنوات منذ التوصل إلى الصفقة نمت الميزانية العسكرية